اهلا بيكم. إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله الغدا همبرجر. تعالوا نشوف هنحطه يتحمر ونرصه. همبرجر يا جماعه بتاعنا ده سهل جدا جدا. يا دوبك بنجيب اللحمه المفرومه ونحط عليها توابل الهمبرجر. يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هنشوف ازاي بنسويه على البوتاجاز. بنحط كميه بسيطه جدا من الزيت زي ما انتم شايفين، وبندي صدمه، بنخلي النار عاليه، بندي صدمه دقيقتين كده على كل ناحيه. وهو طبعا زي ما انتم شايفين هو رقيق، فمش هياخد وقت خالص. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده قلبناه على الوش التاني، وهنوطي عليه ونغطيه علشان يستوي. على ما يستوي الهمبرجر بتاعنا هنحضر العيش الكايزر. طبعا الاكله دي الولاد كلهم بيحبوها، اكله بسيطه وسهله، ويا دوبك بنضيف على اللحمه المفرومه التوابل والبهارات والخلطه اللي هي بتتباع السوبر ماركت بتاعه الهمبرجر. بس مش بنحط حاجه تانية على الهمبرجر عشان نفرق بينه وبين الكفته. ادي العيش هنفتحه وهنحط المايونيز من تحت، وهنحط قطعه طماطم تحت وقطعة فوق وحدة الهمبرجر. جهزنا كل حاجة، مستنيين بس الهمبرجر يستوي. وبعد كده هنعمل السندوتشات لولادنا لما يجوا ياكلوا. ادي الهمبرجر بتاعنا كمان استوى اهو، جميل جدا اهو. هنقلبه مع بعض كده يبقى جاهز على الاكل. جاهز على الاكل، على السندوتشات على طول. نحط بقى واحده في السندوتش، نحط واحده ونص زي ما ايه على رص الكوسه. نفتح بقى الكايزر ونجهزه، ودينا جهزنا الطماطم وكده تبقى اكله جميله جدا، وبالهنا والشفا على اللي هياكل. فيديو بسيط، ويا ريت يكون عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتصلوا على الرسول وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. حبايبي شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.